السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أذكاركم. فيديو اليوم موضوع مهم جدا للطلاب والطالبات. سنتحدث عن حافلة المدرسة وما يحدث في داخل الحافلة. في الأول سنتعرف على سائق الحافلة. من هو سائق الحافلة؟ من هو سائق الحافلة؟ هو رجل يقود المركبة لإيصالك من البيت للمدرسة أو يأخذك من المدرسة إلى البيت. هو رجل ينتظر خروجك من المدرسة تحت أشعة الشمس الحارة. وهو رجل يصبر كثيرا. هو رجل يعمل بشرف لأجل حياة كريمة. الآن سنتحدث عنه. للأسف بعض البنات عندما ينتهي الدوام لا تخرج فورا، بل تستمر بالركض في اللعب هنا وهناك، ولا تهمها أصلا الحافلة التي تنتظرها لساعات. سؤال: إلى متى سننتظر؟ صديقتي، أنت مخطئة في تصرفك. ألا يكفيك اللعب طيلة النهار؟ التزمي بالوقت، اخرجي حالا واصعدي الحافلة ودعونا نعود بسلام. الموضوع الآخر هو احترام السائق والأدب عند الحديث معه. صديقتي، لا تقلل من شأنه، لا تتكبر عليه، لا تصرخ في وجهه، لا تمدي يدك عليه. الحافلة ليست مكان للعب. اختاري مقعدك واجلسي بهدوء، واذكري دعاء الركوب. حافظي على نظافة المركبة. احترمي صديقاتك وابتعدي عن الشجار والخصام والفوضى. ونسأل الله أن نعود لأهلنا سالمين. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. حطوا لايك واشتراك وفعل جرس التنبيه.